السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معي في حكاية وقصة جديدة. صاحبة قصتنا أنها آدم بتقول: أنا اسمي نادية وعندي دلوقتي تقريبا 50 سنة. لما ببس لعمري بحس إني عشت 100 سنة مش 50 من كتر التعب والوجع اللي شوفته في حياتي. أنا اتجوزت صغيرة جدا، كان عندي 19 سنة بس. كانت بنت بسيطة وفرحانة بفستان الفرح، وفاكرة إن الجواز بداية حياة حلوة زي اللي بنشوفها في الأفلام. كانت داخلة بيتي وأنا مليانة أحلام، نفسي في راجل يحتويني ويخاف عليا، ونعيش حياة هادية ونكون أسرة. أول أسبوع جواز على طبيعي جدا، وقلت الحمد لله شكله راجل محترم. لكن بعد الأسبوع اكتشفت الحقيقة الصعبة. لقيت نفسي متجوزة واحد عصبي بشكل بشع، أي حاجة عنده بالصوت العالي والشتيمة والإهانة والضرب أحيانا. لو الأكل متأخر شوية يزعق، لو تكلمت يزعق، لو سكت يزعق. كانت حرفيا عايشة مرعوبة، وكانت كل يوم أقول لنفسي: أكيد دي فترة وهتعدي، أكيد ربنا هيهديه. لكن الأيام كانت بتثبت لي العكس، ومع ذلك استحملت علشان الناس. كانت صغيرة وخائفة من كلام الناس جدا. كانت أقول لنفسي: يعني أتجوز وأطلق بعد كم شهر، الناس هتقول علي إيه؟ وبعدها بفترة عرفت إني حامل. يومها خوفي زاد أكتر، وحسيت إن الطلاق بقي مستحيل. قلت خلاص، أعيش علشان الطفل اللي جاي. عدت شهور الحمل وأنا بين تعب الحمل وتعب نفسيتي، ومع ذلك كانت بحاول وتمسك بأي أمل. وربنا رزقني ببنتي الأولى، وبعدها بسنين قليلة جبت بنتين كمان. 3 بنات كانوا نور حياتي الحقيقي. يمكن الحاجة الوحيدة اللي كانت مخلية عندي قدرة أكمل. ورغم كل حاجة لازم أقول الحق، جوزي كان بيصرف علينا كويس، ما كانش بيلينا محتاجين حاجة من ناحية الأكل والشرب والمصاريف، لكن المعاملة كانت جحيمة. وبعد سنين المصيبة كبرت أكثر لما دخل طريق المخدرات، ومن هنا البيت بقي خراب رسمي. الفلوس راحت، والبركة راحت، والعصبية زادت، والإهانة بقت يومية. حتى بناتي الصغيرين بدأوا يشوفوا المناظر دي. وفي يوم بعدما تعبت خلاص، وقفت قدامه وقلت له: أنا استحملتك علشان البنات، لكن كفاية لحد كده، فوق لنفسك علشان خاطرهم. كان بتكلم وأنا مكسورة، وما فيش شد في ظهري. أبويا وأمي كانوا متوفيين، وما كانش لي سند غير ربنا. لكن الصدمة كانت رده الباردة جدا. بكل قسوة قال لي: أنا أصلا زهقت منك ومن العيشة دي، عايزة تمشي، امشي. وقتها حسيت إن آخر حاجة كانت رابطاني بها ماتت جوايا، وطلبت الطلاق فعلا. خرجت من الجواز ده وأنا عندي حوالي 25 سنة، ومعاي 3 بنات صغيرين، ولا معي شهادة كبيرة، ولا فلوس، ولا حد أسند عليه. رجعت بيت أهلي القديم، البيت اللي أخويا كان سائبه بعدما اتجوز. بيت قديم جدا وشقته بسيطة، لكن بالنسبة لي كان أمان. ومن هنا بدأت رحلة الكفاح الحقيقي. اشتغلت أي شغل يجي قدامي. كانت أروح أنظف بيوت الناس، أغسل سجاد، أمسح سلالم، أعمل أي حاجة بالحلال علشان بناتي. كانت أرجع آخر اليوم جسمي مكسر، لكن أول ما أشوف بناتي ينام جنبي أنسى التعب كله. وبعد فترة عرفت شركة كانت بتشغل عمال نظافة في المستشفيات، واشتغلت معهم. الشغل كان مرهق جدا، لكن أرحم من اللف في البيوت، وكانت طول الوقت بحوش. القرش عندي كان له قيمة. عملت لكل بنت دفتر توفير صغير، وكانت أقول: لازم نسترهم حتى لو همت وأنا بشتغل. السنين عدت بسرعة. بناتي كبروا قدام عيني، وكل واحدة فيهم كانت بتشوف تعبي وسهري وخوفي عليهم. والحمد لله ربنا عوضني فيهم خير. اتجوزوا رجالة محترمين وابن حلال، وكانوا مقدرين كل اللي عملته علشانهم. وأكتر حاجة كانت بتموتني من القهر إن أبوهم ما سالش فيهم أبدا، ولا صرف عليهم،
ولا حضر فرحهم ولا حتى عرف عنهم حادث. لكن الحمد لله ربنا ما ضيع شعبي. وبعد جواز البنات بقوا هما لي خايفين عليا. قالوا لي: يا ماما كفاية شقي، ارتاحي بقي. وأزواجهم كمان كانوا محترمين جدا، وكل واحد فيهم كان يبعث لي مبلغ كل شهر يساعدني به. لأول مرة في حياتي حسيت إني مرتاحة شوي. بس المشكلة إن الوحدة كانت قاتلة. البيت بقي هادي بشكل يخوف، لا صوت بنات ولا حركة ولا دوش. وقتها بناتي جابوا لي موبايل حديث وقالوا لي: علاش إني تكلمين في فيديو وتبقي معنا طول الوقت؟ وعلموني الفيسبوك والواتساب والحاجات دي. في البداية كانت داخلة أتسلى بس، أشوف فيديوهات، أكلم الناس، أضيع وقت الفراغ. ومع الوقت بقيت أتعرف على ناس كتير، كلام عادي جدا، مجرد دردشة محترمة، لحد ما ظهر في حياتي شخص اسمه مصطفى. ومن أول يوم حسيت إنه مختلف. كان مهتم بي بشكل غريب، يبعث صباح الخير، يسأل علي طول اليوم، يسمعني كلام حلو عمري ما سمعته من راجل قبل كده. وأنا أصلا عمري ما عشت إحساس الاحتواء. لا جوزي الأول احتواني ولا حتى حسسني إني ست ليها قيمة. لكن مصطفى خلاني أحس إني لسم مرغوبة، لسم جميلة، لسم فيا روش. ولما عرفت إنه عنده 25 سنة اتصدمت جدا. قلت له: يا ابني ده أنا قد ولادي. لكنه كان يضحك ويقول: السن مجرد رقم، وأنا بحب الست الناضجة. ومع الوقت للأسف قلبي أتعلق به. بقيت استناه يكلمني وأفرح بصوته وأحس إن يومي ناقص لو ما كلمنيش. وهو كان شاطر جدا في الكلام، يعرف يدخل للقلب بسهولة. بدأ يقنعني إنه نفسه يتجاوزني وإنه مستعد يعمل أي حاجة علشاني. وأنا بعد عمر طويل من الحرمان صدقت. وفي يوم طلب أشوف شقته. كانت خايفة جدا، لكن كلامه وطريقته خلوني أوافق. ولما روحت كان محترم جدا، ما حاولش يقرب مني وخلاني أحس بالأمان. ومن هنا ثقتي فيه زادت أكتر، وبقيت أحلم فعلا إن ربنا بيعوضني عن كل اللي فات. لكن الحقيقة كانت أبشع من أي كابوس. في مرة روحت له، شربت حاجة وبعدها فقدت وعي. ولما فوقت لقيت نفسي على سريره، واكتشفت إنه استغلني وصورني. في اللحظة دي حسيت إن الدنيا وقفت. لكن الصدمة الأكبر كانت طريقته بعدما فوقت. بقي شخص تاني خالص، قعد يهينني ويضحك عليا ويقول لي إنه عمره ما كان بيحبني وإنه كان بيطلع بي بس. رجعت بيتي منهارة، أبكي طول الليل ومش قادرة أبص لنفسي في المراية. لكن الكابوس الحقيقي بدأ لما بعت لي الفيديو وهددني ينشره. وقتها حسيت إن الروح بتتسحب مني. خفت على بناتي، على سمعتي، على حياتي كلها. وللأسف من خوفي رضخت له. طلب فلوس، دفعت. طلب أشوافه، روحت غصب عني. كانت كل مرة أحس إني بموت 1000 مرة، وهو كان مستمتع بإذلالي. وفي مرة فهمني الحقيقة كاملة، إنه بيعل كده مع ستات كتير، وإن دي بالنسبة له لعبة وسبوبة فلوس. وقتها كرهت نفسي جدا وكرهت ضعفي. لكن في النهاية لما حسيت إني خلاص بديع، لجأت لست كبيرة أثق فيها وحكيت لها كل حدث. ورغم إنها زعلت مني، لكنها قالت لي: دلوقتي مش وقت جلد نفسك، لازم تنقذي نفسك الأول. ومن وقتها وأنا عايشة في صراع مرعب بين خوفي من الفضيحة وخوفي إني أفضل طول عمري تحت رحمة شخص بلا ضمير استغل وحدتي واحتياجي للكلمة الحلوة. ودي كانت حكايتي، حكاية ست تعبت طول عمرها، ولما فكرت تدور على شوية حب واهتمام، وقعت في أسوأ كابوس ممكن تتخيله.